السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة هعمل معاكم غدا. هعمل محشي ورق عنب وكرنب وكوسة وبتنجان وفراخ. الغدا هيبقى جميل قوي. طبعا انتوا عارفين الشتا بقى بيحب الحاجات دي. اول حاجة هبتدي اعصج اللحمة عشان هعمل ورق العنب باللحمة المفرومة. بعد كده هعمل محلول النقع، هجيب مية ومعلقة سكر ومعلقة ملح واحط الفراخ فيه حوالي ساعة او ساعتين. المحلول دوت اول حاجة بيشيل الزفارة اللي في الفراخ، بيخلي لحمة الصدر ساعات بتبقى تحس ان هي ايه مش طرية كده وحلوة زي ما بنقول، يعني ما بتبقاش عاملة زي الخيوط كده، مش متفلة. محلول النقع بيعمل كده. تاني حاجة هحط مية علشان الكرنب. مية الكرنب لما بسلق انا ما بحطش ملح، انا بحط معلقتين سكر. السكر ده بيدي طعم حلو قوي للكرنب. تاني حاجة بيخلي الكرنب ايه ما يجلدش معايا. هقطع بقى الكرنبة كده. انا كنت قايلين للخضر يجيبها لنا يعني بلدي، بس هو جابها تحس ان هي عامله زي البط شويه. اليومين دول بتحس ان في كرومب بيبقى في عروق، وكرومب بيبقى الورق بتاعه اطرى من كده. هسلقها بقى وبعد كده هبتدي اعصج اعمل التسبيكه. فرمنا البصل في الكبه وهجيب بقى الزيت واحط بقى البصل، ابتدي بقى اسبك. هجيب بقى احط ميه عشان اسلق دي الميه اللي انا حطيتها اصلا للكرنب، اللي هي فيها معلقتين سكر. هعمل بقى التتبيله بتاعه الفراخ، عباره عن فلفل الوان احمر واخضر. دي توابل فراخ حلو الشام. هحط بصل وفلفل اسمر وملح. هحط بقى صويا صوص، دبس رمان، وهنضرب بقى ده كله في الكبة. ومعلقه صلصه، معلقه بابريكا. هنضرب بقى المكونات دي كلها مع بعض. هنتبل بقى الفراخ. الصويا صوص او الدبس الرمان مفيش مشكله لو مش موجودين يعني. بعد كده هجيب الميه واحط ورق لوري ومرقه دجاج، وهبتدي بقى انزل الفراخ. التتبيله دي لما تعمليها ممكن تسيبيها ساعه، والافضل تبقى في التلاجة. كل ما الحاجه اتعرضت لسقوعيه اكتر، كل ما التتبيله شربت في الفراخ اكتر. بصوا الشوربه تحفه. خلاص كده الفراخ اتسلقت معانا. هعمل بقى دلوقتي الخلطه. هجيب الرز والتسبيكه والخضره. لو احتاجت بقى زيت تضيفي لها ملح وفلفل اسمر وشطه. وكده خلاص خلصنا الحشو. بصوا بقى دي اللي انا بسقي بيها المحشي، عباره عن شوربه ومعلقتين صلصه من التسبيكه. هسقي بقى المحشي بتاعنا. الموضوع ده بيخلي المحشي بيبقى لونه حلو قوي، غير لما بتسقيه شوربه معلهاش تسبيكه. المحشي خلص معانا. فاضل بقى ورق العنب. هوريكم بس في تكه كده بنعملها بتبقى جميله قوي. بنبشر طماطمتين ونجيب فصين توم ندقهم عادي في الهون، او نعملهم في اللي هي بتاعه التوم دي نهرسهم. بعد كده نجيب ليمونتين نعصرهم. بعد كده تحطي دبس رمان. الحركه دي بتبقى جميله قوي. حتى لو ما عندكيش دبس رمان اعملي بس ايه طماطم وتوم وليمون. بتدي بص تخلي الورق طري جدا وفي منتهى الجمال، بتخليش الورق العنب ناشف معاكي. وده الغدا بقى بتاعي النهارده. يا رب كده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير.